أكدت مصادر وصول طائرات عسكرية من صنعاء تقل نحو 500 مسلح حوثي إلى تعز. وكانت عدة كتائب من الحوثيين وأنصار صالح وصلت إلى معسكر الأمن المركزي وسط تعز في مسعى للسيطرة على المحافظة وإقناع المحافظ بتسليمها دون مقاومة. السعودية هي غير محايدة، فهي وضعت أنصار الله في القائمة المنظمات الإرهابية وكذلك الإمارات، فكيف نقبل حوار تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي الذي هو ينحاز لصالح أطراف داخل اليمن؟ أضف إلى ذلك نحن من حيث المبدأ نرفض نقل الحوار خارج اليمن. حديث اليوم عن الحوثيين الذين كانوا زيدية متآلفين مع أهل اليمن متعايشين مع الناس، حتى دس الصفويون أنفهم المنتن بينهم فزرعوا فيهم مذهب الإمامية الاثني عشرية وحولوهم إلى رافضة يصرفون أنواعا من العبادة لغير الله. اللي حصل في اليمن هو نتيجة غياب للحكمة، فشل محاولات الحوار، فشل الحلول السلمية، فشل التفاوض السلمي. احنا كنا من اول نعيش مع الحوثي واضع مؤلم جدا، بحيث ان الحوثي استبد واستباح على هواه وطغى على اموال الدوله وحروب ما حروب. فالله سبحانه وتعالى ارسل لنا الملك سلمان حفظه الله ورعاه ومصر والدول العربيه تحالف الدول العشر، قاموا باخراج اليمن بمساعده اليمن الى بر الامان. نسال الله الوضع يكون الوضع احسن باذن الله. هو امتداد لما يحدث من احداث مأساوية خلال الشهور الماضيه. الذي حدث في الماضي بأن هناك كان عملية سياسية تمشي بصورة طبيعية إلى أن جت مجموعة من الميليشيات المسلحة مدعومة من إيران وأرادت عن طريق السلاح وعن طريق العنف أنها تفرض رؤيتها وأجندتها خدمة لمشاريع خارجية وليست لمصالح الشعب اليمني. لما تيجي تشوف أنه مكانة الحوثي شعبيته محدودة، وبالتالي هو لا يمكن أن يفرض مثلا هيمنته على كل بالقوة. ومنطق الحوار اللي بدأ به يعني منطق خاطئ، من خلال أنت بتحط البندقية براسي وعايز تحاورني، فمش ممكن نوصل لحل منطق القوة. كان الطبيعي أمس أنه العالم يتحرك وبالذات الأشقاء من دول الخليج ومن الشقيقة الكبرى مصر أيضا من أجل وضع حد لهذا المهزلة ولهذا التمدد الذي أصبح يشكل خطرا ليس فقط على مصالح اليمن وإنما على مصالح المنطقة والأمة العربية كلها. وسوف تستمر عملية عاصفة الحزم حتى تتحقق هذه الأهداف بإذن الشعب اليمني بإذن الله، لينعم الشعب اليمني بإذن الله بالأمن والاستقرار. لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الرماة، لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الرماة.